صراحه اصل الكليه تقدر تستهلكك نفسيا جدا لحد جداً. اخر قطره فيك صح والله تطلع عينك بجد. من فتره مش كبيره اتفرجت على البودكاست بتاع احمد ابو زيد والدكتور احمد صبري او ديلي صبري. في الحلقه دي كانت من احسن الحلقات انا اتفرجت عليها للبودكاست، مش عشان اي حاجه ولكن هي عشان بتحكي تجربه شخص ناجح من سننا. فاي كلام هيقوله في الحلقه او في الحوار هتكون انت فاهمه، انت هو من سنك. انا هكلمك بس عن وجهه نظري في كام نقطه في البودكاست وهسيب لك دقيقه من البودكاست في الاخر اتفرج عليها. هي ايه بقى؟ انا هقول لك. كان دايما عندي مشاكل في اي حد من صحابي كانت حياته كلها الجامعه، يعني كان مكرس حياته حرفيا للجامعه والكليه، وهي من وجهه نظري ما تستاهلش كل ده. وفي الاغلب من وجهه نظر ناس كتير جدا ان الجامعه ما تنفعش تكون هي الحاجه الوحيده اللي في حياتك. عشان كده انت لو سالت اي حد انت بتحبه ونجح هيقول لك اكيد انا كان عندي اكتيفيتي كتير في حياتي غير الجامعه، كنت بطور نفسي في المجال الفلاني، كنت بشتغل في حاجه، كنت بحب حاجه تانية بعملها. بس الاكيد انه مش هيقول لك ان انا كنت مكرس حياتي للجامعه، لان من وجهه نظري انت مجرد ما خليت الجامعه هي كل حياتك فانت اكيد حرفيا بقيت غير سوي نفسيا. وغير سوي نفسيا ده مش معناه انك مجنون، ولكن انت خليت بنظام حياتك كلها، يعني ما فيش حاجه في حياتك غير الجامعه. هتطلع مكتئب نفسيا صح، وهتطلعك انسان معقد. انا مش بقول لك افشل في الجامعه، ولكن ما تكرسش حياتك للجامعه. انت عندك حياه تانية لازم تعيشها، محتاج تخرج تتفسح تسافر، محتاج تعمل كارير، محتاج تطور نفسك في حاجه معينه، محتاج تعمل حاجه لمستقبلك. ده لان الجامعه مش مستقبلك، او بمعنى صح عشان محدش يغلطني، الجامعه مش كل مستقبلك. انت بالجامعه بس مستحيل تنجح، انت لازم تحب او تذاكر او تعمل اي حاجه جنب الجامعه. فكره انك دخلت الجامعه فهتكرس حياتك للجامعه انا من وجهه نظري بنسبه كبيره شايفها فكره مش ناجحه. وبس كده، اتفرج على الدقيقه دي وما تهاجمنيش في الكومنتات. بالنسبه لي ازاي برتب ما بين دراسه الطب والكلام دوت، انا مثلا ما عنديش اي مشكله ان انا ما اجيبش مجموعه عاليه قوي، ما اجيبش امتياز، مقابل ان انا يكون عندي وقت اضافي في الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. انا ما عنديش اي مشكله في الامتياز يروح والجاي جدا يروح، طالما في يعني انا الباك جراوند بتاعه الموضوع انا عارفها زي الفل. حلو، طالما يكون عندي ده انا بتعامل مع الكليه كده بصراحه. اصل الكليه تقدر تستهلكك نفسيا جدا لحد جداً. اخر قطره فيك صح والله تطلع عينك بجد. فلازم بالتيكي تاكا بقى، بالحب والهات والخد. والله فعلا لازم تيكي تاكا، مش هتاخدها بالتيكي تاكا، هتيكي بس هتطلع مكتئب نفسيا صح، وهتطلعك انسان معقد. فانا عشان اشتري راحه بالي، وانا مش بقول ان ده صح عشان بس مش كل الطلاب اللي في طب بيعملوا كده، كل واحد اضرب حاله يعني. كل واحد يقرر لنفسه، بس ده اللي انا ارتحت له بصراحه، لان انا شخص انا ما بحبش اقعد على الكتاب طول الوقت، ده بالنسبه لي مش حياه. انا شخص حركي جدا، بحب دايما اكون بتحرك، دايما اكون بعمل حاجه. فبالنسبه لي مش مشكله اضحي بجزء الامتياز دوت، وبتبع استراتيجيه بقى جميله قوي اسمها استراتيجيه النجاح منخفض التكلفه، استراتيجيه اقل وقت ممكن نسميها. النجاح منخفض التكلفه ده بكل بساطه بتشوف او اقل وقت ممكن دوت. انت بتشوف مثلا عندك امتحان اخر الشهر، في قاعده اسمها قاعده باركنسون، اكيد انت واعي عنها. ده بيقول لك ان العمل بيتسع ليملأ الوقت اللي انت حاطه ليه. فلو انت حاطط وقت لمده شهر، موزع عمل على مده شهر، غالبا انت تقدر تنجز نفس العمل دوت في اسبوع او